في ناس بتدخل حياتنا وتخلينا نحس إننا طول الوقت تعبانين، مش علشان إحنا ضعاف، لكن علشان طاقتهم كلها شكوى، إحباط، مقارنة، وكلام يطفي أي حماس جوانا. والمشكلة إن الشخص السلبي مش دايما بيكون عدو، أوقات بيكون صاحب، قريب، أو حتى حد بنحبه جدا. بس السؤال هنا، إزاي تبعد عن الناس السلبية بدون ما تتحول لشخص قاسي؟ وإزاي تحافظ على نفسك من غير ما تخسر روحك؟ في ناس أول ما تكلمهم عن حلمك يقولولك مفيش فايدة، الناس كلها فشلت، انت فاكر نفسك هتنجح يعني؟ ومع الوقت تلاقي نفسك بدأت تشوف نفسك بنفس نظرتهم، وده أخطر شيء، علشان الإنسان بيتأثر جدا باللي حواليه. لو قعدت وسط ناس طول الوقت محبطة هتتعب حتى لو كنت قوي، ولو قعدت وسط ناس عندها أمل هتقوم حتى لو كنت مكسور. أول خطوة تبعد بيها عن الناس السلبية إنك تبطل تبرر وجودهم في حياتك. في ناس بنفضل متمسكين بيهم علشان العشرة، مع إنهم بيكسرونا كل يوم بالكلام. وفي ناس بنقول أصل طبعه كده، بس طبعه ده بيأذيك نفسيا. مش لازم أي حد تعرفه يكون قريب منك، ومش لازم تفتح قلبك لكل الناس. في فرق بين إنك تحترم الناس وإنك تسمح ليهم يأثروا عليك. الشخص السلبي بيحب يسحبك لنفس المنطقة اللي هو واقف عليها. لو بدأت تتغير يقولك انت اتغيرت، وبدأت تنجح يقولك ما تكبرش، ولو بقيت هادي يقولك انت بتمثل. لأن بعض الناس بترتاح وهي شايفاك وعلشان كده ما تحكيش كل خططك للكل. مش كل الناس تتمنى لك الخير بنفس الدرجة اللي تتخيلها. أوقات أفضل حماية لنفسك إنك تقلل الكلام، مش ضعف لكن راحة. وابعد عن أي جلسة كلها غيبة، مقارنة، طاقة سودة، لأن الكلام الكتير السلبي بيتخزن جواك حتى لو مش واخد بالك. ولو لقيت نفسك بعد كل قعدة مع شخص معين حاسس بضيق، راجع علاقتك بيه. الراحة النفسية مش رفاهية. وفي نقطة مهمة جدا، مش معنى انك تبعد عن الناس السلبية انك تكرههم. ممكن تدعي لهم وتحترمهم، لكن تحط حدود. الحدود دي هي اللي بتحميك، انك تعرف امتى ترد وامتى تسكت وامتى تمشي بهدوء. وفي ناس هتزعل لما تبدأ تحط حدود. ليه؟ لانهم اتعودوا ياخدوا من طاقتك بدون حساب. بس صدقني، احيانا النجاح بنفسك اهم من ارضاء الجميع. حاول تقرب من الناس اللي كلامهم يطمنك، اللي يشجعوك، اللي لما تقع يرفعوك مش يضحكوا عليك. الإنسان بيتغير بالمحيط اللي حواليه، وعلشان كده اختيار الناس حوالينا مش رفاهية، ده قرار ممكن يغير حياتك كلها. ولو انت طول عمرك متعود تسكت علشان ما تخسرش حد، افتكر ان خسارة نفسك أصعب. وفي ستات كتير بيعيشوا وسط ناس تستنزفهم يوميا، ناس تقلل منهم، تكسر ثقتهم بنفسهم، وتحسسهم انهم طول الوقت ناقصين. والمؤلم ان اوقات الست ما تبقاش واخدة بالها انها محاطة بطاقة سلبية غير لما تتعب نفسيا جدا. في واحدة طول الوقت تسمع انت مش حلوة كفاية، غيرك اشطر، انت فاشلة، انت مكبرة الموضوع. ومع الوقت الكلام يتحول لصوت جواها هي، وتبدأ تصدق ان فعلا فيها مشكلة. علشان كده يا بنتي، مش كل حد يقرب منك يستحق يسمع أسرارك، ولا يشوف ضعفك، ولا يعرف خططك. في ناس تسأل مش خوفا عليكي، لكن فضول. وفي ناس تسمعك علشان تستخدم كلامك ضدك بعدين. والست بطبعها حساسة، تتأثر بالكلمة والنظرة وبطريقة المعاملة. علشان كده لازم تحمي قلبك وعقلك من الناس اللي كل كلامهم إحباط وانتقاد. اوعي تقعدي طول الوقت مع ناس كل حديثهم عن المشاكل والحسد وكره الناس والفشل، لانك مع الوقت هتبقي شبه الجو
اللي عايشة فيه. وفي نوع من الستات للأسف تحب تشوف غيرها أقل منها. لو اهتمتي بنفسك يقولولك عاملة فيها، لو نجحتي يقولولك أكيد وراها حاجة، ولو سكتتي يقولولك مت. فما تتعبيش نفسك في محاولة إرضاء الجميع، لأن الناس اللي عمرها ما كانت مرتاحة لنفسها مش هترتاح مهما عملت. وابعدي عن أي حد يحسسك بالذنب، لأنك بدأت تهتم بنفسك. في فرق بين الأنانية وبين إنك أخيرا بقيت تقدري نفسك. ومن أهم الحاجات اللي لازم تتعلميها إنك ما ترديش على كل كلمة. مش كل معركة تستحق طاقتك. في ستات ضيعت جمال روحها وهي بتحاول تثبت للناس إنها كويسة، مع إن اللي بيحبك بجد مش هيحتاج منك كل ده. ولما تحس إن وجود شخص في حياتك بيخليكي متوترة طول الوقت، اسألي نفسك هو أنا مرتاحة فعلا ولا أنا متعودة بس؟ لأن التعود ساعات بيخلينا نكمل في علاقات مؤذية جدا. وابعدي بهدوء، مش لازم خناق ولا كره ولا فضاء. أحيانا أرقى انسحاب هو الصمت والمسافة. واهتمي بنفسك أكتر، اقري، اتعلمي، اهتمي بروحك، صلي، قربي من ربنا، نظفي قلبك من أي طاقة وحشة. كل ما كنت قريبة من ربنا كل ما بقى عندك سلام يخليك تعرفي مين يدخل حياتك ومين يخرج منها. وما تخليش خوفك من الوحدة يرجعك لناس كانت سبب تعبك. الوحدة المؤقتة أهون بكتير من صحبة تؤذيك كل يوم. وأصعب حاجة ممكن تحصل بعد ما تبعدي عن الناس السلبية إنهم يرجعولك تاني بعد ما فقتي لنفسك، بعد ما هديتي، بعد ما بقيتي مرتاحة، بعد ما بدأتي تحبي نفسك وتنجحي وتعرفي قيمتك. فجأة تلاقي رسايل اهتمام، كلام حلو، وسؤال بعد غياب طويل. وساعات قلبك يحن مش للشخص نفسه لكن للذكريات. وهنا يجي الاختبار الحقيقي، لأن في ناس ما بتتحركش غير لما تحس انك خلاص بقيتي بخير بدونهم. لما يشوفوكي واقفة على رجليكي هادية ناجحة ومش محتاجاهم يرجعوا يحاولوا يدخلوا حياتك تاني. مش كل رجوع حب، اوقات يكون تعود، واوقات يكون فضول، واوقات يكون لانهم اتصدموا انك عرفتي تعيشي من غيرهم. وعلشان كده قبل ما تفتحي الباب لأي حد رجع اسألي نفسك سؤال مهم جدا، هو اتغير فعلا ولا انا اللي بقيت اضعف قدام الحنين؟ لان الحنين ساعات يخدعنا، يفكرنا باللحظات الحلوة وينسينا كل التعب اللي عشناه. افتكري نفسك زمان، افتكري الليالي اللي كنت بتعيطي فيها، افتكري توترك وخوفك وانكسارك، افتكري قد ايه كنت تايهة قبل ما تبعدي. ولو بعد البعد بقيتي اهدى وانجح ومرتاحة نفسيا يبقى البعد ده كان نعمة مش خسارة. وفي ناس لما ترجع بأسلوب مختلف، يبقوا لطاف زيادة، مهتمين زيادة، ويحسسوك انهم اتغيروا. لكن التغيير الحقيقي يبان مع الوقت مش بالكلام. ما تستعجليش ترجعي اي حد لمجرد انه اشتاق. ما تستعجليش ترجعي اي حد لمجرد انه اشتاق. مش كل مشتاق مناسب يرجع مكانه القديم. وفي نقطة مهمة جدا للبنات، اوعي ترجعي لحد كان بيكسرك لمجرد انك خايفة تبقي لوحدك. انتي مش ناقصة حد يكملك، انتي محتاجة حد يحافظ على سلامك النفسي. ولو لقيتي نفسك كل ما الشخص ده يرجع ترجعي تتوتري تشكي في نفسك وتفقدي هدوءك، يبقى جسمك وروحك بيقولولك الحقيقة اللي قلبك بيهرب منها. وفي ناس لما يشوفوك نجحتي يحاولوا يرجعوا علشان يفضل ليهم مكان في حياتك الجديدة، مش حبا فيكي لكن لانهم مش متعودين يشوفوكي قوية من غيرهم. خليكي ذكية، مش اي اعتذار يمحي الاذى، ومش اي رجوع لازم تقبليه. سامحي لو حبيتي لكن مش لازم ترجعي نفس المسافة القديمة.
وفي فرق كبير بين انك تكوني طيبة وانك تسمحي لنفسك الجرح يتكرر كل مرة. النجاح الحقيقي مش بس انك تنجحي في حياتك، النجاح الحقيقي انك ما تسمحيش لأي حد يرجع لنفسك النسخة المكسورة اللي تعبتي علشان تصلحيه. وفي مرحلة معينة هتكتشفي ان اصعب قرار مش انك تبعدي عن الناس السلبية، اصعب قرار هو انك تكملي من غير ما ترجعي لهم رغم اشتياقك، لان القلب اوقات يضعف خصوصا لما تحسي بالوحدة او تمر بيوم صعب او تحتاجي حد يسمعك، فتلاقي نفسك فجأة بتفتكري يمكن كانوا اتغيروا، يمكن انا ظلمتهم، يمكن اديهم فرصة تانية. لكن لازم تسألي نفسك سؤال واضح جدا، لما كانوا في حياتك هل كنت فعلا مرتاحة؟ مش كل علاقة فيها ضحك تبقى مريحة، ومش كل قرب اسمه حب. في علاقات كانت بتسرق منك هدوءك كل يوم بهدوء لدرجة انك لما بعدتي عنهم اول مرة حسيتي انك اخيرا قادرة تتنفسي، وده اكبر دليل. وفي حاجة البنات لازم يفهموها، الناس اللي كانت متعودة تشوفك ضعيفة متاحة. وفي ختام الكلام عايزاكي تفتكري حاجة مهمة جدا، ان سلامك النفسي مش شيء بسيط ومش رفاهية، ده حقك تبعدي عن اي مكان يوجع قلبك، وعن اي شخص يقلل منك، وعن اي علاقة تخليكي طول الوقت متوترة وخايفة ومش شبه نفسك. وما تصدقيش ان الطيبة معناها انك تستحملي الاذى، ولا ان الحب معناه انك تكسري نفسك علشان حد. اوقات اكبر دليل انك نضجتي فعلا انك تعرفي تمشي من المكان اللي كان بيأذيكي حتى لو قلبك متعلق بيه. افتكري قد ايه كنت تعبانة قبل ما تختاري نفسك، وقد ايه بقيتي اهدى واقوى بعد ما حطيتي حدود. وصدقيني الناس اللي بتحبك بصدق مش هتطفي نورك، ولا هتحارب راحتك، ولا هتخليكي طول الوقت حاسة انك قليلة. اختاري نفسك بدون احساس بالذنب، اختاري راحتك، كرامتك، هدوء قلبك، لان محدش هيعيش جوه روحك غيرك. واهتمي بنفسك، قربي من ربنا، اتكلمي مع نفسك بحب، وابني حياة خليكي فخورة بنفسك كل يوم. ولو لسه في حد بيحاول يرجعك للوجع، افتكري انك تعبتي جدا علشان توصلي للسلام اللي انت عندك دلوقتي، فما تسمحيش لحد يهده بسهولة. وفي النهاية مش كل اللي يمشي من حياتنا خسارة، احيانا بيكون انقاذ. ولو وصلت لحد هنا ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد، واكتبي في التعليقات أنا أستحق السلام والراحة. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى اللقاء إلى فيديو جديد إن شاء الله، مع ألف سلامة.